أستاذ عبد القادر، كيف بدأت رحلتك مع الحوار العقائدي؟ وما الهدف من منصتك حوار ودليل؟ السلام عليكم. بدأت رحلتي مع الحوار العقائدي عندما من الله علينا وأكرمنا وأخرجنا بفضله وكرمه من ظلمات القبورية إلى نور التوحيد، ونبدي كل الطقوس الشركية والوثنية القبورية. وكان الفضل بعد الله تعالى في ذلك يعود إلى البحوث والتحقيقات التي قدمها السيد الأستاذ المرجع المهندس الصرخي الحسني حفظه الله. وأما هدف منصة حوار ودليل فهو طلب العلم والوقوف على العقيدة الصحيحة المقرونة بالحجة والدليل والبرهان، لتكون حجة بيننا وبين الله تعالى. كما تهدف المنصة والحوارات التي تعقد فيها إلى الأمر بالمعروف والدعوة إلى الله تعالى وإلى دينه الذي لا إكراه فيه، والنهي عن المنكر المتمثل بمنهج وفكر التكفير والإقصاء، وإباحة دماء وأموال وأعراض المخالفين لهذا الفكر من خلال بيان بطلان هذا المنهج وأسسه ونظرياته التكفيرية المخالفة للقرآن وسنة النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم.